بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول شي معكم أخوكم عمر من قناة محترف. طبعا هذا أول درس من سلسلة تعليم الفوتوشوب للمبتدئين. اليوم إن شاء الله راح أشرح لكم أدوات التحديد. طبعا النسخة اللي نستخدمها اللي هي فوتوشوب CS5. المبتدئين أنصحهم يستخدمون فوتوشوب 8. أنا أول ما بديت في الفوتوشوب كنت أستخدمه، وكان من أحسن الإصدارات للمبتدئين. طيب، اليوم مثل ما قلت لكم راح أشرح لكم أدوات التحديد ذولي. أول شي نفتح نروح الملف، بعدين جديد، بعدين موافق. طبعا قبل شي ما غيرت شي، بس كذا. طيب، أول يعني هذه بخليها آخر شي، الأداة هذه بخليها آخر شي. أول شي عندنا أدوات أساسية وعندنا أدوات فرعية. أدوات أساسية وهي دقيقة، مثل ما انتم شايفين هذه أدوات أساسية. الشكل هذا مربع منقط، والحب المقوس أو الدائري أو عشوائي يعني شكله، والعصا السحرية. كل واحدة ولها ميزتها ووقت استخدامها، يعني متى تستخدمها. طيب، راح ابدا معكم. بدأت التحديد مستطيل مربع منقط، هي أداة التحديد. هي أداة أساسية. فائدتها أو متى استخدم إذا تبغى تحدد شيء أو تحدد مكان من الصورة، أو مكان تبغى تسوي فيه شيء، أو مكان تبي تقصه، أو مكان بتنسخه. يعني عشان تفهمون أكثر، دقيقة، نفتح لاير أو طبقة، تضغط هنا راح يكون عندك طبقتين. الطبقة الثانية أو الطبقة الأولى نخلي لونها، طبعا هذا شرح تعليمي، يعني مو بصمم أو شيء، بس شرح تعليمي، التصميم عليك أنت يعني. نصبغ هنا أبيض. بعدين أداة التحديد نستفيد منها كيف؟ نحدد هنا، مثلا نضغط هنا نحدد الشكل هذا. أبمسح الأبيض اللي هنا، أضغط ديليت أو عندك وينها دقيقة، أو تروح أداة المساحة هذه تمسح كذا. لا، اختار اللاير هذا نفسه وامسح كذا، راح يمسح معي، ما في فرق. ديليت أو هذا، أو ديليت أو أداة الممحى. طيب، هذه واحدة من طرق استخدامها. الشيء الثاني، مثلا عندي صورة مثلا لونها أبيض كله، مثلا أو مثلا لون شفاف، مثل ما انتم شايفين كذا شفاف، هذا شفاف، أنا بخليها أبيض كله. اختار اللون الأبيض واصبغ هنا أبيض. أبي مربع أو مكان صغير يكون فيه لون ثاني أحمر مثلا، نحدد مثلا هذا، أو مثلا هنا نخليه بالوسط عشان ما تتوقعون لازم يكون من زاوية أو شيء. نختار الوعاء أو الدلو، نصبغ هنا الأحمر برا الأبيض تماما، مثل ما انتم شايفين. ما فيها فرق عن أداة قبلها أو أداة مستطيل. الفرق الوحيد هو أنها مقوسة أو دائرية، مثل ما انتم شايفين. وأداة الثانية الفرعية، وهي أداة تحديد الصف الواحد، يعني مستطيل، مستقيم وليس مستطيل. لا، مستطيل، لو كبرتها راح تلاحظ انه خطين، ما راح يعني مو خط واحد، انتم شايفين خطين منقطين. نصبغ هنا
راح يكون لك خط يعني ما في اي تعوج او ميول، عدال سيدي على طول. والاداة الثانية هذه نفسها بس انها على شكل عمودي او افقي، دقيقة ما ادري يعني عمودي. تحتاجها الأداة هذه والأداة هذه راح تحتاجها يعني مو كثير، أنا ما أستخدمها كثير طبعا، ما أدري عنكم يعني كل واحد يعني تصاميمه وأفكاره. طيب عندنا أداة الحبل، هذا أداة الحبل هذه راح تكون يعني تحديد عشوائي، يعني مو مضلع أو على راح يكون مقوس يعني على حسب حركة يدك، مقوس أو عدال يعني على حسب حركة يدك، ما فيه شيء ثاني، يعني تحديد عشوائي. في مثلا أبقص الأحمر اللي هنا، الأحمر والأبيض هذا بنقولهم كذا. طيب هذه أداة أساسية طبعا، هي أداة التحديد، حبل التحديد، واختصار حرف ال، تضغط حرف ال راح يختار لك هذه على طول. من الأدوات الفرعية لها هي حبل مضلع، يعني زوايا، تضغط هنا، تضغط هنا مرة واحدة، بعدين تمد الماوس أو تغير مكان الماوس وتضغط ثاني هنا، تضغط ثاني هنا، تضغط ثاني هنا، راح يكون لك شكل مضلع، يعني مضلع يعني ما في اي تعوجات او اي شيء، راح يكون خطوط يعني حدود مستقيمة. هذا تستفيد منه يعني مثلا يعني تحديد، يعني كله أداة، كل أدوات تحديد. من الأدوات الفرعية الثانية لحبل التحديد اللي هو أداة حبل التحديد المغناطيسي. طبعا هذا أنا من ناحيتي أنا أستخدمه كثير كثير كثير، يعني بكثرة التصاميم أستخدمه، وهو فايدته انه يمشي على الخط اللي انت تبغاه، بس انت ما عليك الا تحرك الماوس بنفس الاتجاه وراح يكون لك خط مستقيم على حسب الشكل اللي انت قاعد تمشي عليه. كذا حدد لي المربع الاحمر او المستطيل الاحمر. هذه اداة الحبل المغناطيسي. طيب الأداة الثانية وهي من الأدوات الأساسية هي العصا السحرية، واختصارها حرف الدبليو، تضغط على حرف دبليو وراح يختار لك العصا السحرية على طول. هذه أداة العصا السحرية طبعا أداة تحديد الألوان، يعني مثلا عندنا اللون الأحمر هذا، يعني بدل ما أروح أحدد أمشي على حدوده يعني كذا، لا بس أضغط ضغطة كذا راح يحدد لي الأحمر، أو اختار الأبيض راح يحدد لي بس الأبيض، الأحمر ذا راح يكون برا، ما راح يتغير مرة، يعني لو بحرك يتحرك بس الأحمر، راح عفوا يتحرك بس الأبيض، الأحمر راح يبقى مكانه. هذه اسمها أداة العصا السحرية، وهي تحديد الألوان، أو عفوا تحديد عن طريق الألوان. معليش، تحديد عن طريق الألوان، يعني تضغط على اللون راح يحددك بس اللون اللي نضغط عليه. طبعا لو كان مثلا هنا أحمر فاتح وهنا أحمر غامق راح يحدد لك الأحمر نفسه، يعني نفس درجات المكان اللي أنت ضغطت عليه أو أمرته إنه يحدد. مثلا كان مثلا عندنا أحمر متدرج، ما راح يحدد كل الأحمر هذا، راح يحدد لك بس المكان اللي أنت ضغطت فيه، لأنه متدرج وهو ما يحدد إلا لون واحد، بس لون واحد. من الأدوات الفرعية تبعه وهي أداة التحديد السريع، هذه أداة راح أشرح لكم بدرس ثاني لأنها ما راح تفهمونها بالدرس هذا. طيب المرحلة الأداة اللي بعدها وهي أداة القطع أو القص أو أي قطع. أداة القاطع طبعا أدواتها الفرعية هذه أنا ما أستخدمها
ولا أعرف أستخدمها أصلا. أداة تقاطع، وهي مثلا عندنا المكان هذا مثل ما انتم شايفين، هذا أنا ما أبغاه، أبغى أخليه برا الصورة أو برا تصميمنا. أحدد كذا، بعدين حصد مثل ما انتم شايفين. هذه أداة مثلا عندك أشياء زايدة بالصورة ما تبغاها تشيلها عن طريق هذه الأداة. مثل ما انتم شايفين مثلا هذا الشكل من هنا لهنا ما أبغاه، أحدد هنا، أضغط انتر أو حصد، راح طبعا ممكن اللي عندي يستخدمون الإصدارات الثانية راح تكون عندهم كلمة ثانية، والله ناسي شنو الكلمة اللي راح تكون عندكم. بس يعني إذا لو حددت وضغطت يمين بالماوس أو يمين بالفار راح يكون هنا إلغاء الأمر، وهنا كتبة أو كلمة أو أمر يعني تضغطه أو خيار تضغطه راح ينفذ لك القطع والقص. تضغط كذا على طول راح يقص لك الشكل اللي انت حددته فقط لا غير. طبعا مثل ما شفتوا قبل شوي، في هنا جزء مظلل وجزء باين، يعني ما في اي تظليل ولا في اي تأثير، مجرد هذه خطوط. طبعا هذه ما راح تأثر يعني بعدين. التظليل هذا انت تقدر تقوي التظليل وتقدر تخففه على حسب مزاجك او على حسب يعني ذوقك انت، يعني راحتك. مثل ما انتم شايفين هنا تختار اللون، تقدر تختار هنا لون اللي انت تبي، لون التظليل. بس هذه هي يعني فائدة الأداة. ما أدري إذا كان فيها فوائد ثانية، أنا ما أدري. مثل ما قلت لكم هذول الثلاث عفوا الأربع الأدوات هذه تستفيدوا منها إذا بغيتوا تستخدموها على اللاير نفسه. كيف على اللاير نفسه؟ مثلا عندنا لون أسود هنا، دقيقة أختار لون أسود. أنا أبغى أشيل مثلا حددت أنا هنا أبغى أزيل الأسود اللي بالتحديد هذا، مو أضغط على اللاير هذا واضغط كذا ما راح تغير عندي شيء، ما راح تغير إلا على اللاير نفسه اللي أنا بختار اللي أنا ضغط عليه. كيف أشيل يعني أو أزيل الأسود؟ إذا حددت أنا على الشكل أتأكد من اللاير أو الطبقة اللي أنا مختارها، هل هي الطبقة اللي أنا أبغى أغير مكان الشيء اللي أنا حددته أو لا. مثل ما انتم شايفين أغير وأحرك مثل ما أنا أبي. ليش؟ لأني مختار على اللاير الأسود نفسه. مثلا بغير الأحمر، أختار على اللاير الأحمر وأبدأ أحرك مثل ما أنا أبي. إن شاء الله يكون درس سهل عليكم ولا في أي صعوبة. عفوا معلش نسيت أقول لكم شغلة. وهذه أداة التحريك، اختصارها طبعا حرف الفي على ما أعتقد، هي حرف الفي. تقدر تحرك الطبقة كاملة، الطبقة بأكملها تقدر تحركها. تضغط على الماوس تحرك كذا راح يحرك معك الأسود، يعني كل الطبقة هذه، كل الطبقة اللي مختارها راح يحركها لك كاملة إذا أنت ما حددت شكل معين من الطبقة. بس هذا كان كل اللي عندي. إن شاء الله يكون الدرس سهل عليكم وفهمتوا. طبعا هذا أول درس من سلسلة تعليم الفوتوشوب للمبتدئين. أتمنى أنكم استفدتوا، وإن شاء الله راح تفيدوا الناس اللي راح يتعلموا منكم. كان معكم أخوكم عمر من قناة محترف. لا تنسون لايك في فيروت وسبسكرايب. وإذا كان عندك أي استفسار أو نقد هادف أو أي شيء عندك أو عندك الكومنت اكتب اللي أنت بي، وإن شاء الله أرد عليك وما أقصر معكم. تحياتي لكم، السلام عليكم.